طيب احنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. دلوقتي احنا كلمناكم وخدنا انترفيوز من وجهة نظر الطلبة بتتكلم عن مشاكلهم اللي بيتعرضوا لها في اعدادي، وسواء دراسية او اجتماعية او غيره. خلينا ناخد الموضوع من بوينت اوف فيو تاني خالص، هو بوينت اوف فيو الاهالي. فاول حاجة انا طبعا مش هقدر، انا لا سني ولا خبرتي الحياتيه تسمح ان انا اقول لشخص كبير عنده اولاد يعمل ايه او ما يعملش ايه، لان انا اكيد لسه ما شفتش كتير زي ما هم شافوا، او ما صادفتش خبرات كتير زي ما هم بيشوفوا في حياتهم وعدى عليهم كتير يعني. بس اقدر الحبه دول اقدر اتكلم من بوينت اوف فيو الطالب، او من بوينت اوف فيو بتاعنا احنا بنبقى شايفين الحاجات اللي بتحصل معانا ازاي. يعني خلينا نقسم الموضوع على كذا حاجة. لو هنتكلم على أول حاجة المقارنة دي، يعني أنا متأكد إن أكيد ناس من اللي هيشوفوا الفيديو دول جه عليهم فترة قالوا لأولادهم مثلا لو ناس في العيلة داخلين نفس المجال بس كليات مختلفة أو حتى أقسام مختلفة ونفس المكان ونفس الكلية، إن دايما في مقارنة ما بين الولد وما بين حد تاني من قرايبه. مبدئيا الجزء ده من وجهة نظر الاهل لما حاولت افكر فيها شويه، هم بيبقوا شايفين ان ده حاجه محفزه ان هم يحطوا دايما حد منافس لابنهم قصادهم علشان يعرف يتخطاه. بس اللي ما بيبقاش باصين له قوي او واخدينه في عين الاعتبار هي نظره الطالب نفسها، ان هو مبدئيا الولد بيبدا يكره الحد اللي هو بيتقارن بيه ده، ورغم ان هم ما لهمش، ممكن يكونوا صحاب جدا او قريبين جدا من بعض، بس المقارنه نفسها ممكن تبعدهم عن بعض جدا. في نفس الوقت ممكن يحس ان هو مهما عمل برضه فهو ستيل مش هيبقى احسن من فلان اللي هو بيتقارن بيه، فبيبدا ان هو يحس ان يهمد اكتر، ما يبذلش مجهود، ويوصل لمرحله اللامبالاه ان هو مش فارقه معايا، انا كده كده مهما عملت فلان هيبقى احسن مني. فده لو حبينا نتكلم على حته المقارنه. طيب نيجي نتكلم على واقع تاني مختلف شويه، بما اني طالب يعني معادله خارجيه تحديدا من السعوديه. في تايب وكده معين موجود في طلاب الخليج تحديدا السعوديه، انا عاشرته يعني، ان هو بالنسبه لهم لو الولد ما جابش في القدرات 100% فهو يبقى كده فشل، وان هندسه هي دايما السكند اوبشن بالنسبه للطلبه اللي يجيبوا 100%. انا ما اعرفش التايب ده بدا منين، بس مش شرط يعني لو كان حد بيسمع الفيديو ده وابنه داخل قدرات. انا اعرف ان الموضوع دلوقتي حاليا بقى اصعب شويه من السنه اللي انا كنت موجود فيها، اللي تحديدا 2020 اخر امتحان قدرات دخلته. فحاليا انا عارف ان الموضوع صعب اكتر، فنسبه ان انت تقفل او تجيب 100% اعتقد بقت اقل شويه عن الاول. فلو ده حصل فدايما لما تيجي تبصوا لابنكم فقيموه على المجهود اللي هو عمله، لان في الاول والاخر الموضوع كله مش مذاكره بس، الموضوع فيه عوامل تانية كتير. ممكن انت تذاكر وتعمل اللي عليك بس ما يبقاش فيه توفيق معاك، او انت كشخص الولد نفسه يبقى في الامتحانات بيتوتر جدا، وده اوريدي حصل ومحتاج ان هو يمتحن كتير علشان يبدا يتخطى الموضوع ده. وده للاسف حاجه مش موجوده في السعوديه او اي حاجه من دول الخليج نفسها. او ما اقدرش طبعا اتكلم عن الاي جي والشهادات الثانيه لان انا مش ملم بيها قوي، بس في الغالب هتبقى نفس الكونسبت برضه من حيث الدرجات وهكذا. دي نقطه. لو حبينا نتكلم عن حاجه ثانيه ليها علاقه بالماديات شويه، ودي ممكن اتكلم فيها من ناحيتين، ناحيه الطالب وناحيه الاهل. لو هنتكلم من ناحيه الطالب فدي نصيحه للطالب نفسه اللي اهله بيبقوا شغالين بره وهو قاعد هنا سواء لوحده او قاعد مع اجزاء من عيلته، يعني ان هو العيله متقسمه نصين او وات ايفر يعني. فنصيحه ان هو دايما حط في بالك ان هم والدك ووالدتك ايا كان مين فيهم اللي شغال بره وبيبعت لك فلوس مثلا كل فتره، مش هيتاخر عليك في اي حاجه هتطلبها. فانت حاول، انا عارف اختلاف اللايف ستايل اللي موجود بره اللي انت كنت عايشه لو انت عايش طول حياتك بره في الخليج او في السعوديه وجيت هنا، الفرق طبعا كبير الى حد ما في اللايف ستايل، خصوصا لو انت كمان كان مكان تعيشكم قبل ما تسافر السعوديه كان منطقه شعبيه شويه، فهتلاقي الموضوع اختلف كلايف ستايل شويه. فانت حاول تأدبت عليه وما تنطش سلمه في اللايف ستايل بتاعك لمجرد ان انت عاوز تحافظ عليه، لان ده ممكن انت ما تحسوش
يعني كتير من الاهالي مش هيوصلوا لك الاحساس ده، بس هو بيبقى عامل عليهم ضغط مادي، لان في نفس الوقت انت لو عندك اخوات او لو عندك ناس لسه بيدرسوا اصلا قدرات مثلا لو بنتكلم على السعوديه او وات ايفر، فاوريدي في فلوس بتدفع هناك، في حياه، في بيت، فوالدك ووالدتك فاتحين بيتين، بيت في بلد وبيت في بلد تاني، فدايما انت تحط ده في الحسبان. لكن تاكد دايما اي حاجه هتحتاجها ليها علاقه بالدراسه او غير الدراسه، فانت لو طلبتها فصدقني ان هو مش هيتاخروا عليك في حاجه. دي من ناحيه الطلبه. من ناحيه الاهالي، حته الرقابه على الولد في الفلوس دي حاجه كويسه جدا. كمان بتعلم اصلا بدري ان هو مثلا لو انت وفرت له مصروف كل شهر، فهو بيعرف ازاي يلتزم بالمصروف ده، ان هو لو خلص فما يعرفش يتعود ان هو مثلا معاه حاجه زي مرتب ثابت يعرف يصرف منه، فيعرف يكنترول الفلوس اكتر، فده بيعلمه. دي حاجه طبعا مفيده جدا جدا كمان ان هي تتطبق من الصغر اكتر، مش لما الشخص يكبر بحيث ان هو يتعود. لكن في نقطه، في حاجه يعني ممكن نشوفها سلبيه، ودي من تجارب يعني زمايلي كتير من الناس المغتربين، حته ان السؤال دايما على تفاصيل. يعني انا نصحت الولد ان هو يحاول يعني يكيب اللايف ستايل within الليميتس، بس في نفس الوقت المساءله على طول بشكل دقيق. طب دفعت كام؟ طب دفعت كام ده ليه؟ جبت اشتريت دي ليه؟ بغض النظر حتى لو الولد عنده سبب منطقي ان هو يشتري الحاجه دي او وات ايفر، قاعد بره في حته او كل بره او عمل اي حاجه تانية، فهو بيبقى عنده يعني سبب ما، هو مش بيكرر الموضوع ده كتير. فالحته دي بتحسس الطالب نفسه او الولد ان هو يخاف بعد كده، او ان هو ياخد خطوتين ثلاثه لورا. لو هو حتى احتاج حاجه مهمه جدا في الدراسه ممكن يقول ملهاش لازمه خلاص، عشان مجرد ان هو عارف ان هو لو سال هيتفتح معاه تحقيق. طب انت عاوز دي ليه؟ عاوزها ليه؟ طب ليه بكذا؟ طب ما هتجيبها منين؟ طب لا اروح في كذا ما اعرفش ايه، لا انت مش هتعرف تعمل كذا ما اعرفش ايه، وهكذا يعني. ده بالنسبه لحته الفلوس. لو حبينا نتكلم عن نصيحة بشكل عام، برضو حتة الضغط، انا عارف ان دي برضو بناء على الاستبيان اللي احنا عملناه في الاول، وكان زميلي مصطفى اتكلم عنه في الانترو، ان احنا بدأنا نستعرض المشاكل اللي واجهت الطلبة من الشهادات المختلفة بخصوص الاهالي في حتة الضغط نفسها، خصوصا الدراسة. كان دايما بالموضوع عندنا بيتقسم ل3 مدارس. المدرسة الاولانية ان هو الاهتمام المبالغ فيه لشخص اوريدي خلاص دخل جامعه، اوريدي بدا خلاص كام سنه وهيبدا ان هو يبقى متحمل مسؤوليه نفسه. الضغط المبالغ فيه زي ايه؟ زي ان النهارده كان عندك ايه؟ طب عملت ايه خلال اليوم؟ المحاضره الفلانيه ما حضرتهاش ليه؟ طب السكشن الفلاني ما حضرتوش ليه؟ وحتى لو كان الولد عنده تفسير معين زي ان هو ما بيفهمش او غيره، فده بيقابل بتبريرات ليها علاقه بخلفيه مبنيه عند الاهالي من نظام التعليم اللي كان موجود زمان، اللي هو حاليا مش موجود وبقى اسوأ بمراحل في كل جامعات مصر. مش موضوع مش مقتصر على الكليه بتاعتنا او الجامعه بتاعتنا. فالتايبو اللي مبني عند الاهالي ده من زمان، ده بيخلي الجادجنج على الولد في القرارات اللي هو بياخدها ليها علاقه بدراسته بيبقى مختلف شويه، لان في الاول والاخر الاهل حتى لو نفس المجال فممكن الزمن بيختلف، المناهج بتختلف، كل سنه اصلا بتبقى ليها ظروف مختلفه عن الثانيه، فكل دي عوامل بتبقى مؤثره بشكل كبير على المرحله الدراسيه بتاعه الطالب خلال السنين الجامعه. ده بالنسبه لحته الضغط والمدرسه اللي هي الضغط الاوفر. في بقى المدرسه تانية خالص ان هو بيسيب الولد منه لنفسه، ان هو يبقى مسؤول عن كل حاجه، يبقى كل حاجه يعني هو الولد شايفين ان هو مهتم، يعرف يدير نفسه، مش محتاج حد يقول له قوم ذاكر، مش محتاج حد يساله عملت ايه او غيره او غيره او غيره. دي برضو مش يعني دي كوجهة نظر يعني لا كده ولا كده، هو الاعتدال في النص، اللي هو لا منك تسيب قوي ولا منك تسأل قوي، اللي هو لدرجة ان انت تضغط يبقى هو يحس ان هو فوق ضغط الكلية اوريدي عليه ضغط، ان هو مش عاوز يقول حاجة حتى لو هي حصلت وحشة، يضطر ان هو يكذب او يقول حاجة مختلفة او يقول نتيجة غير اللي هو جابها، لمجرد بس ان هو مش عاوز يزعل اهله، خصوصا كمان في حتة الناس المغتربة اللي جايين من بره، اللي هو ليهم اهلهم بره وهم قاعدين هنا سواء لوحدهم او مع جزء من عيلتهم. فهو دايما بيبقى حاطط في باله، اللي هو الولد يعني هو حاطط في باله ان هو مش عاوز يزعل اهله الناس اللي بره، لانهم اوريدي مش ناقصين يعني
مصاعب الحياه بره، وزي ما قلت قبل كده ان هو الاهل بيبقوا فاتحين بيتين، بيت في بلد وبيت في بلد تانية، فكل دي طبعا هو ما بيبقاش عاوز يضايقهم خالص، فبيضطر يعني الرد الشهير على اي سؤال لحد مش عاوز يقول هو عمل ايه، الحمد لله الحمد لله على كل شيء، بس هي الحمد لله فقط، لا فيش اي تفاصيل، حليت كذا عملت كذا. من هنا برضو تيجي نصيحة للطلبة، حاول انت لو انت شايف ان انت الحاجات درجاتك مثلا ممكن تأثر بالسلب على عيلتك او كده، فلا يعني الحاجة لو عملت حاجة كويسة، حاجة حاسس بيها بإنجاز، لا قولها لهم، بتفرق معاهم جدا جدا، بيحسوا ان هم ان انت ماشي صح، بغض النظر ان انت ممكن في حاجات تانية تبقى قليل فيها شوية، بس انت دوس على نفسك فيها اكتر عشان تبقى فيها احسن، ولما تبقى احسن فيها شاركهم الفرحة في حاجه زي كده. دي كلها وجهه نظري. في طبعا بعض الاهالي بيستوعبوا حته ان هو ان انت ممكن تذاكر وتشد وتعمل اللي عليك وكل حاجه، بس ما تتوفقش او تتوتر في الامتحان او غيره، بس السواد الاعظم بيبقى من الناحيه الثانيه، اللي هو دايما انت بتبقى صوره المقصر. بس ما فيش حاجه تانية، وفي الاول والاخر دي مجرد وجهات نظر مبنيه على الاستبيان اللي احنا عملناه ومصطفى كان اتكلم عنه في اول الفيديو. شكرا. وقف يا شاذلي. لا انت اصلا انت ما بتبقاش عايز تبقى حاجه بيرفكت. انا حرفيا انت عارف انا كنت بقول له ايه؟ كنت ببعت له الفايل الاساينمنت ربع ساعه اعمل لي زي ما هو عايز. ما في وقت ثابت. الفيديو كام؟ كان ارحم